أستاذ محمد سامي مع كامل حبي واحترامي ليه يعني وتقديري ليه كمخرج، هو أي ممثل هيمثل تحت إيده لازم يطلع أوفر. يعني مثلا من البداية خالص من مسلسل آدم كان كله أفورة من حيث أستاذ ماجد المصري. لما تيجي تشوف مثلا حتى نسل الأغراب مثلا كان أحمد السقا وأمير كرارة اللي هو ممثل هادي كان أوفر جدا معاه. تيجي تشوف السنة دي مثلا في مسلسل سيد الناس تلاقي كل الكاست أوفر، كل الممثلين أوفر. هو بيحب جدا فكره ان الممثل لما يمثل معاه يمثل كده، فعلا انت ازاي فاهم انت كده يعني. المشكله بقى ان هي احيانا بتنجح جامد فشخ. الحوار ده مثلا مع استاذ احمد زاهر مثلا نجح جامد جدا في البرنس، فاهم. المشكله بقى ان هو مشي كده حتى الان. يعني هو البرنس ده كان في 2020، هو حتى 2025 هو بيمثل كده برضه. وعمرو سعد جه معاهم في نفس السكه وكل الممثلين جت معاهم في نفس السكه. المشكله يا جماعه ان والله العظيم طريقه التمثيل دي وحشه، يعني وحشه قوي. والناس بتتريق. يعني خد لي بالك ايه، الناس احيانا بتحب الموضوع بس لما الموضوع بيطول الناس بتبدا تتريق عليكم بشكل مش لطيف. فاتمنى ان الموضوع ده يهدى. غير كده ببص لقيت بوست كده نازل من الاستاذ محمد سامي بيقول ان هو استاذه هدى زاهر على ما اظن لو ما غلطتش في الاسم، يعني مرات الاستاذ احمد زاهر هي كوتش تمثيل معاه وهي اللي بتقول للممثلين يعملوا كده. اتمنى اي ممثل يشوف استاذه هدى يعني ما يخليهاش كوتش. يعني بلاش تقول لك تعليمات الله يخليك. لان والله العظيم كل الممثلين بتمثل بافوره هي مش موجوده في الافلام الهندي. يعني على ما اظن يعني الهنود بيعملوا حاجات اهدى من كده شويه. واظن استاذ محمد سامي مثلا لو اتفرج على مسلسل زي مثلا بيكي بليندرز وشاف طريقه تمثيل كيليان ميرفي وهو بيمثل بعينه، بس يعني كيليان ميرفي ده بيمثل بعينه حرفيا. اظن هو يشوفه ما بيعرفش يمثل مثلا. يعني هو اصل هو بيقتنع تماما ان انت لازم تتكلم كده، فاهم الفكره. فطريقه التمثيل دي خدوا بالكم يا جماعه للناس اللي عايزه تمثل جديد، يعني دي غلط تماما، ما تعتمدش عليها. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي كومنتس اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه. تابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل. سلام.